ماما انا لازم النهارده انزل ادور على شغل. انت سايبه شغلك بقالك كتير قوي واحنا كده معناش فلوس خالص. صدقيني انا لازم انزل. يا حبيبتي اصبري، وانا كده كده هلاقي شغل. انا لولا ان انا اتخانقت مع المدير ما كنت سبت شغلي ابدا. لا يا ماما انا كده كده لازم اساعدك. احنا مصاريفنا بتزيد. مش يمكن لو كان بابا لسه موجود في حياتنا كان ساعدنا. بقولك ايه يا ريم، انا قلتلك 100 مره ما تتكلميش في الموضوع ده، انتي مش فاهمه. انا عايزه اعرف بس انت ليه بتتعصبي كل ما اجيب لك سيره بابا؟ هو مش في الاول وفي الاخر بابايا، يعني لازم اشوفه واتكلم معاه. وانا قلتلك قبل كده ان هو سابك من وانتي صغيره ومرضاش يتحمل مسؤوليتك وهرب بعيد، ومن ساعتها انا اتطلقت منه ومعرفش عنه اي حاجه. كفايه ان هو سابني لوحدي في بلد غريبه معرفش فيها اي حد، وكنت انتي معايا. ولولا ان الممرضه اللي في المستشفى اللي انا ولدت فيها كانت من نفس بلدي وهي اللي ساعدتني ان انا اتواصل مع اهلي، كان زماني دلوقتي عايشه من غير بيت وانا وانتي مشردين في الشارع. انا عايزه اعرف بس هو انت ايه اللي سفرك البلد الغريبه دي معاه؟ وايه اللي خلاه يعمل كده اصلا؟ سافرت معاه عشان هو بيشتغل هناك وطبيعي اكون معاه في كل خطواته. اما عمل كده ليه معانا علشان مامته اللي هي جدتك ما كانتش بتحبني من الاول وكانت عايزه تخلص مني باي طريقه، بس انا ما كنتش اعرف ان هي قاسيه للدرجه دي وانها حتى مش عايزه تشوف حفيدتها. ده غير انها طول فتره حملي كانت صعبه جدا معايا وما كانتش بترضى تخليني اروح للدكتور ولا اعمل سونار. لكن لما عرفت ان انت بنتي بعد ما ولدتك فرحت جدا وقلت ان ربنا عوضني بيكي ورجعت بيكي البلد بتاعتنا تاني، ومن ساعتها وانا بشتغل علشان ما خليكيش تحتاجي لاي حاجه. ربنا يخليكي ليا يا ماما. انا بجد بحبك قوي وعشان انا عارفه ان انت تعبتي معايا قوي لازم اريحك شويه. فلو سمحتي سيبيني النهارده انزل ادور على شغل، وكده كده انا هشتغل في مكان كويس. ماشي يا حبيبتي، ربنا معاكي، اهم حاجه ما تتاخريش، انتي فاهمه يا ريم؟ حاضر يا ماما، اوعدك ان انا مش هتاخر. يلا مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مش معقول انا مش لاقيه شغل في اي مكان. انا كنت عمري ما اتخيل ان الموضوع صعب كده. ايه ده؟ اخيرا في اعلان بيدور على سكرتيره المكتب محاسبه. ده نفس تخصصي بالظبط. انا لازم اروح واقدم. كويس قوي، كمان العنوان قريب من هنا. انا عايزه اقدم على وظيفه السكرتيره. تمام ماشي، هتعملي مقابلة كمان شوية. اتفضل. ينفع تكلميني عن نفسك يا أنسة ريم أكتر؟ اكيد طبعا يا فندم. هايل جدا، مواصفاتك كلها مناسبة للوظيفة. مبروك، انت اتقبلتي. بجد انا مش مصدقه. طيب ينفع ابدا الشغل من امتى؟ في أي وقت، ممكن من بكرة لو تحبي. خلاص ماشي، هاجي بكره الصبح. تمام يا ريم، مع السلامة. ماما عندي ليكي مفاجاه تحفه. خير يا ريم، في ايه؟ خضتيني. رحت عملت يا ماما مقابله في مكتب محاسبه عشان اشتغل سكرتيره، والحمد لله وافقوا عليا وتعينت. بجد يا حبيبتي الف مبروك، انا كنت بدعيلك طول ما انتي في الطريق، انا فخوره قوي بيكي. ربنا يخليكي ليا يا ماما، فعلا دعوتك هي اللي ساعدتني. انا هدخل انام بقى عشان محتاجيني بكره اكون موجوده من بدري. طيب تعالي اقعدي كلي معايا الاول، انا مكلتش طول النهار علشان مستنياكي. حاضر يا ماما. شكرا يا رب، انت اللي ساعدتني وخلتني على الوظيفه دي. بس يا رب اعرف اكمل فيها عشان خاطر ماما.
اتفضل. انا جيت اهو 7 دقيقة. شاطرة يا ريم، واضح ان انت هتبقي موظفة ماهرة جدا. يلا عشان وراكي شغل كتير جدا. حاضر يا فندم. اتفضل. انا شغالة طول اليوم، بس بجد الشغل كتير جدا والوقت اتأخر. ينفع اروح دلوقتي واجي تاني من بكرة بدري؟ عشان كده ماما ممكن تقلق عليا. ماشي يا ريم، انت فعلا تعبتي جدا النهارده. روحي وتعالي بكرة من بدري. شكرا جدا لحضرتك. يا ريم يا حبيبتي، فينك كل ده؟ انا قلقت عليكي جدا. معلش يا ماما، اتأخرت عليكي النهاردة. ده انا حتى مشيت قبل ما اخلص بقية الشغل، وهروح بكرة بدري جدا عشان الحق اخلص. متأكدة يا ريم ان الشغلانة دي كويسة؟ انا حسيتك بتتعبي جدا. لا ما تخافيش عليا يا ماما، ده انا مبسوطة والحمد لله. المدير كان مبسوط مني جدا النهاردة. طيب يا حبيبتي، الحمد لله. ريم، انا عندي اجتماع مهم جدا مع عميل خاص. اوعي تدخلي اي حد عليا، مفهوم؟ اكيد طبعا مفهوم. عايزة أدخل لمستر أدهم. معلش يا فندم، هو مستر ادهم دلوقتي عنده اجتماع مهم جدا، لكن حضرتك تقدري تستنيه هنا لحد ما يخلص. انتي مجنونة ولا ايه؟ ازاي تقولي ليا كده أصلا؟ انتي مش عارفة أنا مين. هو انت بتتكلمي معايا كده ليه وبتغلطي فيا كده ليه اصلا؟ ايا ما يكون انت مين، ده مش هيغير اي حاجه، لان زي ما قلت لك المدير عنده اجتماع مهم جدا وهو اللي قال لي مدخلش اي حد. لا انتي تعتبري نفسك بقى مرفوضة من النهاردة. هو انت مين اصلا علشان ترفضيني؟ يا ريت تتكلمي معايا كويس. هنشوف بقى كلام مين اللي هيمشي. مالك بس يا مريم يا بنتي، في ايه؟ مش عارفة يا دادا، بصي البنت الغبية دي عمالة اقول لي ان انا لازم ادخل للمدير ضروري، وهي شكلها كده مش بتفهم. لو سمحتي احترمي نفسك. مش معقول ريم. هو حضرتك تعرفيني؟ انا اول مره اشوفك. يلا يا مريم، احنا لازم نمشي من هنا فورا. لا مش همشي قبل ما اقابل المدير. بقولك يلا يا مريم، احنا لازم نمشي بسرعة. هفهمك بعدين يا مريم، يلا بينا. في ايه يا دادا؟ مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه الناس الغريبه دي؟ في ايه يا ريم؟ ايه الدوشة دي؟ مش عارفه يا فندم، كان في بنت غريبه هنا قالت اسمها مريم، كانت عايزه تخش لك بالعافيه، وانا قلت لها ان انت عندك اجتماع، لكن هي ما كانتش راضيه تفهمني. ازاي ما تدخليهاش؟ دي اهم عميل عندي. ايوه، بس التعليمات اللي حضرتك قلت لي عليها اني ما ادخلش اي حد. ايوه بس مريم دي عميلة مهمة جدا. معلش انا تقريبا نسيت اعرفك عليها، بس في اي وقت مريم او اي حد تبعها هيجي، خصوصا لو باباها يدخلوا فورا. انت فاهمة؟ ماشي زي ما حضرتك تحب. مالك يا دادا؟ في ايه؟ خرجتينا ليه بالعافية كده؟ كنت تسيبيني اعرف البنت دي مستواها. وانت لحد امتى يا مريم هتفضلي كده؟ هفضل كده ازاي يعني؟ بتعاملي الناس دايما بطريقة وحشة وبتشوفي نفسك عليهم، وكذا مرة اقولك ما ينفعش كده، هتكرهي كل الناس فيكي، لكن انت مفيش فايدة خالص.
ايا كان يعني انا اكيد مش ههتم بموظفة زي دي. انا مريم بنت اكبر رجل اعمال في البلد، يعني اول ما اطلب الطلب يتنفذ دي كانت عايزة انا اتحايل عليها عشان ادخل للمدير. لا بس في حاجة اسمها تعليمات وانتي لازم تلتزمي بيها. حاضر يا دادا، انتي عارفة ان انا هسمع كلامك لان انا بحبك وبعتبرك زي ماما، خصوصا ان انا عمري ما شفت امي. يعني انتي حبتيني اكتر مما هي حبتني بكتير. لا يا بنتي، اكيد مفيش حد هيحبك اكتر من مامتك، بس ساعات الظروف بتجبر الواحد على وضعه هو مش عايزه. خلاص تعالي نغير الموضوع ده عشان هو بيضايقني. قوليلي صحيح، هو انتي عرفتي منين ان البنت اللي هناك دي اسمها ريم؟ هو انتي تعرفيها؟ ها؟ لا معرفهاش ولا حاجة. امال عرفتي اسمها منين؟ مفيش، اصلا انا رحت هناك مرة يعني وهي كانت موجودة وعرفت اسمها. غريبة، انا اول مرة اشوفها رغم ان انا كنت بروح كتير قوي للمحاسب بنفسي عشان اخلص باقي الحسابات الشركة، عشان بابا يفرح بيا ويعرف ان انا يعتمد عليا. ان شاء الله يا حبيبتي كل حاجة هتخلص وهتبقى تمام. بس انتي عارفة كمان يا دادا اللي انا مستغربة قوي؟ خير يا مريم، ايه هو؟ اصل البنت اللي اسمها ريم دي شبهي جدا. انتي عارفة يمكن هي ما اخدتش بالها من شكلي عشان انا كنت لابسة النضارة، بس انا كنت قادرة اشوف ملامحها كويس. دي شبهي بطريقة غريبة، بس الفرق بيني وبينها ان هي غبية. خلاص عيب بقى يا مريم، ما تقوليش عليها كده لو سمحتي. في ايه يا مريم يا حبيبتي؟ صوتك عالي قوي كده ليه؟ مفيش يا بابا، النهاردة كنت عند مكتب المحاسب ولقيته عايم بنت غبية بتتكلم معايا بطريقة وحشة. انا مش عارفة هضطر اروح للمحاسب ده ازاي تاني طول ما البنت دي موجودة. لا طبعا، وانا مستحيل اسامح ان بنتي حبيبتي مريم في حاجة تضايقها. انا هروح بنفسي وهخليه يرفدها. شكرا يا بابا، ربنا يخليك ليا. انا شايفة ان ملوش لزوم الموضوع ده، هو بس حصل سوء تفاهم بين البنت وبين مريم، واكيد الموضوع ما يستاهلش ان هي تترفد، هي اكيد محتاجة للشغل ده. لا طبعا، مفيش حد يضايق بنتي سواء بقصد او من غير قصد. هروح انا وانتي للمحاسب بعد بكره وهخليه يرفض البنت دي، وهو اكيد مش هيرفض لنا طلب، احنا من اهم العملاء عنده. يخليك ليا يا بابي، شكرا، انا ايوه موافقة على الاقتراح ده. حرام عليكي بجد يا مريم. لا يا دادا، هي لازم تعرف مقامها كويس. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، يلا بينا علشان ناكل. لا يا ماما، انا مش عايزة اكل. ليه بس يا حبيبتي؟ هو انتي اكلتي في الشغل؟ لا، انا ما اكلتش اي حاجة من الصبح. طيب طالما ما اكلتيش مش عايزة تاكلي ليه؟ ما فيش، بس ماليش نفسي بس للاكل. طيب ليه؟ هو في حاجة حصلت معاكي ولا ايه؟ احكي لي يا حبيبتي. لا، ما حصلش حاجة، بس انا فعلا مش قادرة استحمل. طبعا انتي عارفة ان انا رافضة موضوع شغلك ده من البداية، بس انتي اللي اصرتي ان انتي تشتغلي يا ريم، ولو عايزة تسيبي الشغل اكيد الموضوع ده بايدك، وانا عمري ما هرغمك على حاجة. بس انتي دلوقتي بقيتي في مسؤولية وانا ما احبكيش ابدا تهربي من المسؤولية دي. قولي لي ايه اللي حصل معاكي وانا ممكن اساعدك ان انتي تتخطي الموضوع. ما فيش يا ماما، واضح ان انا مش عارفة اسيب الشغل اصلا. ليه يا ريم؟ ايه اللي حصل؟ ما فيش، لسه البنك بعت لي رسالة ان انا لازم اسدد الاقساط اللي عليا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله كله هيبقى تمام، بس قولي لي ايه اللي زعلك النهارده للدرجه دي في الشغل وخلاكي عايزه تسيبيه رغم ان انتي كنتي بتحبي شغلك جدا؟ ما فيش يا ماما، بس النهارده في بنت غريبة جدا جات لي المكتب واتكلمت معايا باسلوب وحش بس، وكل ده حصل عشان انا رفضت بس ان انا ادخلها للمدير، وده على حسب تعليماته، لكن هي ما قدرتش ده وضايقتني جدا. معلش يا ريم، انتي كده كده مضطره تتعاملي مع ناس كتيره قوي، ومش كل الناس هيبقوا ذوق ولطاف معاكي. هي ان شاء الله مش هتيجي تاني، لان انا بجد مش هقدر استحملها. بس عارفه ايه اللي غريب بجد؟ ايه اللي حصل؟ ان جت معاها ست غريبه جدا، وغالبا كانت الداتا بتاعتها، ولقيتها عرفت اسمي وفضلت بصالي باستغراب لحد ما مشيت من المكتب بسرعه كانها شافت عفريت. ايه الغريب في كده؟ يمكن شافتك قبل كده او عارفاكي. لا، انا متاكده ان انا اول مره اشوفها، وغير كده اكيد المدير ما حكاش لحد عني. هو موضوع غريب فعلا، بس معلش يا حبيبتي، اهم حاجه ان انتي تركزي في شغلك وملكيش دعوه باي حاجه. حاضر يا ماما.
هيا يا بابا، هنروح للمحاسب امتى عشان يرفدوا البنت الغبية اللي عندي؟ حاضر يا حبيبتي، هودي تيتا بس للدكتور علشان هي تعبانة شوية، وبعد كده هنروح للمحاسب. وعشان خاطري يا حبيبتي حاولي تروحي لجدتك شوية، هي على طول بتسأل عنك. ما انت عارف يا بابا، هو انا ما بحبش اروح هناك، تيتا دايما بتعملني بأسوأ. انا مش عارفة هي ليه بتعمل معايا كده، بتكرهني ليه يا بابا؟ لا أبدا يا حبيبتي، تيتا بتحبك جدا بس هي طبعها كده. انت عارفة سبب من الأسباب اللي خلى مامتك تمشي إنها ما كانتش قادرة تستحمل شخصية تيتا، ولا كانت قادرة تحبها ولا تسمع كلامها، رغم إن تيتا طيبة جدا. ولا تيتا بتحبني ولا ماما بتحبني. تيتا لو بتحبني كان زمانها عملتني كويس وهتراعي ان انا ما لقيتش حنية اساسا من مامتي. انا اساسا محدش بيعاملني حلو غير الدادا. اما مامتي بقى لو كانت بتحبني كانت على الاقل خدتني معاها او افتكرت تسأل عليا. انا محدش بيحبني غيرك انت يا بابا والدادا، ربنا يخليكوا ليا. مالوش لزوم دلوقتي الكلام يا مريم، أنا هروح دلوقتي لجدتك علشان ما تأخرش عليها، وانت جهزي علشان نروح للمحامي بعد كده. حاضر. انت يا بنت اطلعي برا حالا. ايه ده؟ مين حضرتك وازاي تتكلم معايا كده اصلا؟ خلي كلامك معايا، أنا والد مريم، انت ازاي تتكلمي مع بنتي بأسلوب وحش؟ انا ما اتكلمتش معاها باسلوب وحش، هي اللي من الاول ضايقتني. ثانية واحدة، ايه ده؟ انت فعلا نسخة من بنتي؟ مش معقول. أهلا أهلا يا فندم، ازيك؟ الحمد لله. مين البنت دي؟ مفيش يا فندم، دي موظفة جديدة عندي، بعتذر لك جدا لو كانت ضايقت الآنسة ريم، هي أكيد ما كانتش تقصد. حصل خير. بابي لو سمحت خد لي حقي. مش وقته مش وقته يا مريم. طيب اتفضلوا معايا على مكتبي. ايه ماما، عامله ايه؟ ازيك؟ الو، ايوه يا ريم الحقيني. مالك بس يا ماما؟ في ايه؟ ما تخوفينيش عليكي. انا تعبانه جدا يا ريم، تعالي ارجوكي، مش قادره اخد نفسي. حاضر يا ماما، انا استاذن من المدير واجيلك حالا. ماشي يا حبيبتي، مستنياكي. انا ماما اتصلت بيا وقالت لي انها تعبانه جدا، ينفع استاذن واروح لها واكمل بقيه الشغل كله بكره؟ تمام ماشي يا ريم. بجد شكرا لحضرتك جدا. ماما انا جيت، انتي كويسه؟ الحمد لله ان انتي جيتي يا ريم، انا كنت حاسه ان انا هموت. هاتيلي الدواء بسرعه من فوق ارجوكي، انا حاسه ان انا مش عارفه اخد نفسي. حاضر يا ماما، حالا هخش اجيب لك الدواء بسرعه. شكرا يا بنتي، تعبتك معايا. لا شكرا على واجب يا ماما. معلش يا ريم، اكيد المدير زعقلك لما استأذنتي من الشغل ومشيتي، صح؟ لا خالص يا ماما، ده كان محترم جدا وفهم وقدر انك تعبانه، وبقيت الشغل هعمله بكره لما اروح. المهم انا ادخل دلوقتي اعمل لك الاكل عشان اكيد زمانك ما اكلتيش وجعانه جدا. ماشي يا بنتي، شكرا ليكي. بس يا فندم هو ده اللي حصل بالظبط بين الآنسة ريم والآنسة مريم. طيب هو انا ينفع اشوف ملف ريم؟ طبعا يا فندم، بس خير، هو في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش، انا بس حاسس ان انا شفتها قبل كده وعايز اتاكد من هويتها. طبعا مفيش مشكلة، اتفضل الملف اهو. مش معقول، مش مصدق بجد بعد كل السنين دي. خير يا بابي، في ايه؟
مالك باصص للورقة كده ليه؟ ايه ده؟ دي اسمها زي ريم محمد ايمن زي. عادي يعني يا بابا، ممكن تشابه اسماء. لا ده مش تشابه اسماء، ريم بنتي وانا متأكد ريم تبقى اختك يا مريم. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ انا ما عنديش اخوات بنات اصلا، انا ما عنديش اخوات اصلا، ازاي تقول على البنت دي اختي؟ انا هفهمك كل حاجة يا مريم، صدقيني بس الاول ينفع تنده لنا ريم علشان محتاج لها ضروري. بصراحة أنا مش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل هنا. انده لنا بس ريم وانت هتفهم كل حاجة. للأسف الآنسة ريم استأذنت ومشيت عشان مامتها تعبانة جدا ومش موجودة برا دلوقتي. طيب انا هروح العنوان بتاع بيتها اللي مكتوب في الملف، يلا تعالي معايا يا مريم. لا يا بابا، انا مش هروح في حته غير لما انت تفهمني اللي انت بتقوله ده بالظبط، وازاي مره واحده كده يطلع ليا اخت وكمان تطلع اختي هي البنت دي؟ مستحيله، اكيد انت بتهزر او اتلخبطت عشان تشابه الاسماء. لا انا متأكد، انا اصلا من اول لما شفتها وشفت الشبه اللي بينكم كنت حاسس، بس قلت الصدفة مستحيل تكون للدرجة دي، لكن بعد ما شفت اسمها اتأكدت ان البنت دي فعلا اخت. انا هقولك على كل حاجة، انتي كنتي عارفة طبعا ان جدتك مش بتحب مامتك، صح يا مريم؟ ايوه صح، وده السبب اللي خلاك تبعد عن ماما، وحتى ماما ما تفكرش تسال عليا طول السنين اللي فاتت دي. ايوه دي حقيقة، بس الحقيقة برضه ناقصة. ناقصه ازاي يعني؟ انا هقولك بس يا ريت تفهمي اللي هقولهولك. في الحقيقة مامتك كانت حامل في توأم انت وريم اختك، هي حتى ما كانتش تعرف كده عشان ما كانتش بتروح لأي دكتور، ولما ولدت انا اخدتك انت وسبت لها ريم اختك ومشيت، ومن ساعتها هي ما تعرفش عنك اي حاجة. يعني ايه يعني ماما مش عارفه حتى بوجودي؟ مستحيل، انا مش مصدقه. للأسف هي دي الحقيقة، ولو هي أكيد كانت عارفة بوجودك كانت دورت عليك ومستحيل كانت تسيبك. طيب اللي عملته كده اصلا ليه؟ من البدايه عايشني طول عمري وحيده من غير لا ام ولا اخت، ولا اختي وامي عايشين اللي تبقوا قاسيين كده عليا للدرجه دي؟ للأسف يا بنتي ده كله بسبب جدتك، وهي كانت شخصيتها قوية جدا، محدش كان بيعرف يقف قدامها. هي من الأول ما كانتش بتحب مامتك وما كانتش عايزاها، وكانت عايزاني أسيبكم انتوا الاتنين لمامتك، بس أنا تمسكت بيكي يا مريم عشان كان نفسي في حاجة تفكرني بمامتك. انا مش عايزه اعيش مع تيتا تاني بجد، هي عايشتني طول عمري سنين في الواحد وما كانتش بتخليني اعرف اي حاجه، وكمان حرماني من امي طول السنين اللي فاتت دي. انا مش عايزه اعيش معاها تاني يا بابا. أنا آسف يا بنتي، أنا عارف إن هي غلطتي لأن شخصيتي ضعيفة قدام جدتك، وإن أنا سمحت لها تعمل فيكي كده، بس أوعدك خلاص كل حاجة هتتصلح ونروح نشوف مامتك وأختك دلوقتي. بجد يا بابا؟ طب يلا بينا. يلا يا حبيبتي، وهتصل بالدادة أكيد هتفرح أوي لما تشوف أختك، هي أكيد اتعرفت عليها لما جيتوا هنا. دلوقتي بس فهمت كل حاجه، عشان كده لما الدادا شافت ريم اتوترت، يعني هي كانت عارفه في نفس اللحظه ان ريم دي تبقى اختي وانا ما اعرفش. أيوة للأسف دي حقيقة، أرجوكي يا مريم سامحيني، أنا عارف إن إحنا غلطنا، بس صدقيني أنا ندمت على الغلط ده. انا مستحيل اسامحكم ابدا على اللي حصل ده، وقبل اي حاجه انا عايزه اشوف ماما ضروري، وكمان عايزه اشوف ريم، ارجوكوا ودوني ليه. حاضر يلا بينا نروح لها دلوقتي. ايه ده، هو انت؟ أيوة إحنا لازم نتكلم معاكي يا ريم. طيب ارجوكم ودي صوتكم عشان ماما تعبانه جدا، فما صدقت انها نامت شويه. هي ماما فين بسرعه؟ انتي بتندهي على مامتي ليه؟ وبعدين ما انا قلت لك انها تعبانه، لو سمحتي انا مش عايزه اي مشاكل. ما تخافيش يا ريم، احنا مش هنعمل لك اي مشاكل، انتي ما تعرفيش احنا مين. طبعا انا لسه فاكركم، انا كنت شايفاكم من ساعتين بس. لا يا ريم يا حبيبتي، انتي بتكوني بنتي. نعم اكيد حضرتك غلطان، بس انا بابا معرفش عنه اي حاجه من زمان، تقدر تقول كده ان هو مات، ويشرفني طبعا ان انت تبقى زي بابايا. لا أنا باباكي فعلا يا ريم. وانا اختك، مش ملاحظه الشبه ما بينا؟ ايوه بس مش معنى ان احنا عشان في شبه ما بينا ان انت تبقي اختي. اللي انتوا بتقولوه ده انتوا اكيد بتهزروا، مش كده؟ الدوشة دي ايه يا مريم؟ في ايه اللي بيحصل؟ يو عاجبكم كده؟ اهي ماما صحيت اهي. ماما فين؟ عايزه اشوفها. انت رايحه فين؟ انت بتفهميش؟ قلتلك ان دي مامتي انا.
مش معقول محمد. ايه ده، انت تعرفي يا ماما؟ ايوه يا ريم، في الحقيقة ده باباكي، بس انا ما شفتوش من سنين كتير قوي. خير، ظهرت في حياتنا دلوقتي ليه؟ ظهرت في حياتكم دلوقتي عشان اوريكي بنتك التانية مريم. ازاي؟ انا ماليش غير بنت واحدة بس وهي ريم. لا، مريم تبقى اختي ريم التوأم، وانا اخدتها لما مشيت بعد ولادتك ومعايا شهادة الميلاد بتاعتها. مش معقول، يعني الاحساس اللي انا كنت حاسة بيه صح؟ انا قلت لك لما كنت حامل ان انا حاسة ان انا حامل في توأم، وانت كنت بتكدبني، يعني طلع احساسي صح. انا مش مصدقة نفسي، وبعد كل السنين دي كلها انا شايفة بنتي قدامي. كان نفسي اشوفك من زمان بجد يا ماما. كبرتي وبقيتي عروسة يا حبيبتي. انا فرحانة قوي ان انا شفتك، ارجوك انا مش عايزة اسيبك. ولا انا عايزة اسيبك تاني يا مريم. اما انت بقى يا محمد، فللأسف انا عمري ما هقدر اسامحك بعد اللي انت عملته فيا، وان انت بعدت بنتي عني طول السنين اللي فاتت دي كلها. واقل حاجة ممكن تعملها معايا ان انت تسيب لي مريم عايشة معايا انا واختها ريم. ما عنديش مانع، رغم انه هيبقى صعب عليا ان انا اعيش بعيد عن مريم، بس انا مش هقدر اتحكم في حياتكم اكتر من كده. ودلوقتي الاختيار لمريم، يا ترجع معايا يا اما تعيش معاكوا هنا. في الحقيقة رغم ان البيت ده بسيط ومختلف تماما عن الفيلا اللي انا كنت عايشة فيها، بس انا مش عايزة اعيش في الفيلا، ولا عايزة فلوس، ولا عايزة اي حاجة غير ان ابقى مع ماما واختي. انا بجد مش مصدقه نفسي، يعني في يوم وليله يبقى عندي اخت واب كمان. ماما انا اكيد بحلم، صح؟ انا لو مكانك فعلا ما كنتش هصدق، بس انتي مش بتحلمي وكل دي حقيقة. هو انت ازاي عرفتي مكاني يا محمد؟ هو ده الراجل ودي البنت اللي انا حكيت لك عنها من امبارح يا ماما. ورغم الشبه الكبير اللي بيني وبين مريم، عمري ابدا ما كنت اتوقع ان هي اختي. انا اسفه ان انا كلمتك بطريقه وحشه يعني، بس صدقيني انا ما كانش قصدي، بس احساسي دايما ان انا لوحدي خلاني متكبره على كل الناس. بس دلوقتي خلاص، اوعدك ان انا هتغير. انا كان اكتر حاجه نفسي فيها في حياتي ان انا ارجع اشوف ماما تاني، وكان نفسي يبقى عندي حد قريب مني، ودلوقتي انا عندي 2 مش 1. ايوه دي حقيقه، بس يا رب تتبسطي معانا. اكيد هتبسط معاكم، ما تزعلش مني يا بابا، وقول لتيتا كمان ما تزعلش مني. انا هاجي لكم، بس انا احب اعيش مع مامتي واختي. مش زعلان منك يا حبيبتي، اهم حاجة ان انتي تكوني مبسوطة، ودي اقل حاجة اعوضك بيها عن اللي حصل زمان، واعوض كمان مامتك بيها عن زمان، واي حاجة تحتاجوها انا هوفرها ليكوا. اخيرا هقدر اعيش مبسوطة. انا كل السنين اللي فاتت دي كنت حاسة ان انا ناقصني حاجة، بس ما كنتش عارفة ايه هي. دلوقتي هرجع اعيش مرتاحة تاني. تعالي بقى معايا يا مريم عشان اوريكي اوضتي اللي تبقى اوضتنا احنا الاتنين. واضح كده ان احنا لازم نعزل لبيت كبير. لا انا عايزه انام جنب ماما عشان تعوضني عن كل السنين اللي فاتت دي، وهبقى اقعد معاكي في الاوضه، ما عنديش مشكله. طيب يلا بينا. هو مش كده هيحصل مشاكل بسبب ان مريم قاعدة معايا؟ مامتك لما تعرف اكيد مش هتسكت. انا غلطت زمان لما سبتها تتحكم في حياتي وفي حياتكم، دمرت عيلتنا الصغيرة وسببت لمريم بنتنا عقد نفسية كتيرة قوي بسبب تحكمها فيها وقسوتها عليها. واعتقد حقك انتي ومريم وريم دلوقتي تعيشوا حياة هادية من غير اي مشاكل. ايوه فعلا دي حقيقة. حتى مريم كانت طول السنين اللي فاتت دي دايما حزينة وبتسأل عليكم وبتسألني ليه بابا تخلى عننا. وانا هوعدكم ان انا مش هقصر معاكم في اي فلوس، وهعوض ريم عن كل حاجة، ومش هخليها تحتاج انها تشتغل تاني. شكرا ليك يا محمد، شكرا بجد.